Ladies and gentlemen، مرحبا فيكم في فيديو جديد. غبرنا عليكم ولكن رجعنا. نبداو على بركة الله الفيديو ديالنا. اليوم جبت لكم الاخر الفيديوهات، الاخر ديال الاخر. تبعوا الفيديو تاع الاخر. نبداو على بركة الله. داير فيها بصدق الحيوانات. والله يا خويا عندهم عقل، استغفر الله. انا وليت كنحلف كاع عندهم عقل اصاحبي. يعني شو كتيشوف شو دابا؟ قول لي هذا ما عندوش عقل، راه لعباه بيه. ها انت دابا قول لي هذا ما لعبهاش بيه. دابا اش تيقولوا غادي واه كاكا شد مسكين. كلا بابا ودابا راه كيجريوك بغاو يشدوك، كانوا غيشدوك راه هما محرشين بيه. شو دابا هذا تا هو قول لي ما عندوش عقل تيلعب معاه. دابا كون كان هذا مخلوع، هذا الحيوان كون كان مخلوع ضرب وحده الله يرحم الله يعاود غادي نحط معاه. صفرت الانذار. She likes it. شكون اللي قنعات تبقى في الدار ديال هاد الحيوانات؟ راه بوم. She. Oh my. فنان. نورمالمون تقرا بحال هكا. مات في لايف على جال دراهم. انا جزائري الحمد لله. ملقاش كيفاش يدور. ذائقة الموت كل نفس هذا غرض مشى وخلاني. الزمان صعب، الليلة صعب. الو السلام عليكم. إذا ستار هذا مرحبا داكو. انت هو المنقذ صافي. حميدة المنقذ، حميدة ستار الله يحفظك صافي الله يكبر بك. هذا باينه ينقص قوة الفيديوهات. وليت عارف شنو غادي يكون. شوف تزهق من الموت. ولي ونعاود لك تبكي يا خويا، والموت شفت الموت والله تتبكي يا خويا. باش تعرف الا بغا ينجيك الله من شي حاجه راه ينجيك. الا مكتبه شي حاجه راه مكتابه. كون كان مكتب لي يموت راه مات. شوف طيح. باش ما يديرش بحال هاد اللقطه هادي، ما يديرش بحال تحسب سلو موشن. حطيت الموطور وتنموت بالضحك. لك ما ديرش الكابراج. قلت لك ما ديرش الكابراج. ما كتعرفش الاعراب، ما كتعرف وما تكابريش. نهار من غير قهوه ثاني نهار. ما يمكنش تحيدوا لي القهوه. انا راه ما يمكنش نحيد القهوه. نهار من غير قهوه. قهوة الونجي ديريكت. قهوة دمي. قهوة ما يمكنش. اول نهار من غير قهوه. اصعب شي حد في العالم. فراسكم واحد الدري كيقرا معايا، تلاقيت معاه في الطوبيس. هو ركب قبل مني وتلاقى بلاصه وهو يجلس، وانا ما لقيتش بلاصه. دوكو في الطوبيسات القدام جلست. كاينه الدرجه في داخل كاع في ديك العماريه اللي كنقولها العماريه. جلست انا في ديك الدرجه. يعني هو جالس في الكرسي موراي وانا جالسه حدا رجليه في الدرجه. وكنت كنتسنى بفارغ الصبر تكون عنده زعما الدره ديال الرجوله. كيفاش درة الرجوله؟
جاب الرجوله بك انتي جالسه في الارض؟ اش جاب شي يقول لي اختي زعما كون احتراما ليا زعما انا احتراما ليك انتي شكون انتي؟ كون كنتي جالسه في دارك محجبه ديك الساعه يحترموك، اما انتي خارجه انتي بحالك كتعاملي معاه. كنقرا معاه وداكشي يقول لي هاكي البلاصه كنتي كبيره في اللاج، كنتي حامله عيانه، وين نقدروا واحد شويه بحالك بحالو. نتوما اصلا كدعيو بالمساواة، تساوى ادي الطفاك وضفاك لهاد الوجوه اللي قاصحين بحالك. ما يمكنش، راه راجل منين ما خلاكش تجلسي وما داهاش فيه. زعما كاحترام ماشي حيت زعما كنتسنى يتعب فيا ويقول لي هاكي البلاصه كحبان وكاع. ما فهمش، عندكم شي حاجه بشكل خاص كلشي يتزاط فيكم، كلشي يعطيكم بلاصه، كلشي يدير معاكم مزيان. الحياه راه ماشي بحال هكا. احتراما خمن من هو الفقير. اش بغي نقول هذا ساعات شي يبان لاباس عليه، هذا شي هو لابس مزيان. ايه انا اللي كنتفرج فيه. ايه كريم تزوج وراه هذاك اللي ما تيعرفش الناس من سمياتهم. بغينا الشيخات، بغينا نتفرجوا في الشيخات، فين هما الشيخات؟ ما طلعوش ليا. هذا انا عرضك العرستان تاع كريم تزوج معروف. شكون كريم؟ كريم خوسناء شكون سناء؟ شكون سنة؟ ما عرفتهمش. اولاد السي عبد الله. سي عبد الله؟ عبد الله؟ شكون السي عبد الله؟ ما عرفتهمش. لا ما عرفتهمش. كيفاش ما عرفتيش؟ هاي التصويره ديالو، هاي التصويره ديال كريم هاي. عرفتو كاملين نفس الجهه. وقولي لي يا كريم خوسناء، وقولي لي الطويل مقرع ياك. هيا اول مره نسمع هذا مقرع هذه. كل يوم مهزله لحد اليوم 100 باذن يا ساتر، شنو هي هذه؟ فولفو الله. والنهارده اليوم ال 72، وقبل ما ابتدي صلي على النبي. مهزله فولفو واي سي سي العربيه التي صنعها النساء. ناري طوموبيل صايبوا العيال. ناري فولفو قررت في يوم من الايام تعمل عربيه جديده، بس اللي يعملها من الالف للياء هم النساء، سواء ناري داكشي علاش ما عمرني ما شفت بحال مهندسات، مصممات، اي حاجه يا باشا. وفعلا سنه 2004 الفريق يطلع بالعربيه دي. فالعربيه جميله هي وكل حاجه. زوينه مقارنه ب 2004 شكلا كتبان زوينه، ولكن راه خاص الا بغيتي تحل الباب ما يكون حداك حد، ما خصكش تمشي للباركينغ. اكيد كل حاجه تمام، بس لا. اما الموتور يعلم الله شنو فيه. كل العربيات في التاريخ من ساعه ما عملوا العربيات فيها غطاء محرك، الغطاء اللي انت بتفتحه عشان تشوف المحرك. لا ما تقولش الشيء اللي في بالي. وشويه التفاصيل التانية اللي انت بتحب تشيك عليها دي. هم بقى قالوا لك لا، مش لازم نعمل غطاء محرك. يعني الغطاء اللي قدامك يلا لا بغيتي تطلع على الزيت ده ما لا بغيتي تطلع على الماء. الصباح غادي للخدمه في مشوار ديال مشوار لو كنيديكس. تفيق الصباح غادي للخدمه في 5 دقائق تصدق تكون الزيت ناقصه ولا الماء ناقص، الموتور تكوله مشى. شد الافكار يتفتحش اساسا، ثابت في مكانه. ليه نشغل دماغنا بالحاجات اللي تحت الغطاء ده؟ بل بالعكس احنا نقفله ونفتحه في اي مركز صيانه. بغيتي تقلب تشيكي الماء ولا تشيكي الزيت خصك تمشي تدبر على الميكانيك. ناري هادو سبونسوري ديال الميكانيكيه خاص بفولفو. طب لو عايزين نزود ميه للمساحات مثلا هنحطها فين؟ هنحط لك فتحه تانية جنب فتحه البنزين. وفي خطا هما ما خدوش بالهم منه، انه مثلا اللي شغال في البنزينه يحط لك ميه بدل البنزين وما ياخدش باله من كل الكلام المكتوب ده. وطبعا الكبوت مقفول طبعا على البطاريه، يعني البطاريه لو نامت بدل حتى ما تقومها لازم تروح لاقرب فرع خاص بفولفو. ديماري دوزيام. ودي بقى العربيه من جوه جميله ما شاء الله. بس في حاجه انا متعود عليها هنا يعني، واللي اعرفه انها مهمه جدا، اللي هو الفتيس والفرامل اليد.
راحوا فين بقى؟ عايز اقول لك ان هم شالوا الفتيس وحط مكانه حاجه اهم بكتير، وهي مساحه تخزين تحط فيها كل الحاجات المهمه زي الفتيس مثلا. وخلوا الفتيس او الجير زراير في الدركسيون. طبعا دي ميزه جميله جدا، بس الناس كلها متعوده على الفتيس ده. ليه واحد بعد 20 سنه سواقه يشتري عربيه فيها زراير في الدركسيون؟ وبالنسبه للابواب، انا شايف الابواب جميله بس فيها مشكلتين. اول مشكله ان هي بتفتح على الواسع، محتاج شارع جنبها فاضي. تاني مشكله ان الابواب شغاله بالكهرباء، يعني ما ينفعش تفتحها كده بالمقبض زي بقيه البني ادمين، لا لازم العربيه يكون فيها كهرباء. ولو البطاريه لا قدر الله نامت، وده حاجه وارده، مش ما غتقدرش تدخل ليها، ما غتقدرش دير ميكانيك، نامت تجيب سياره اخرى. هتقدر تقومها كيف تخلي اي حد من